السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج 523 طالب وطالبة. تدشين سد في أدربة. بنيام جرما يحقق المركز الثاني بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا الدولي. الصين وفرنسا تتفقان على تعزيز التعددية وجلب المزيد من اليقين للعالم. روسيا وأوكرانيا تعلنان إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى. أكثر من 20 قتيلا جراء سيول مفاجئ في تكساس الأمريكية. إلى التفاصيل. خرجت كلية التجارة والعلوم الاجتماعية اليوم الخامس من يوليو 523 طالب وطالبة، 47% منهم من الإناث، في الدفعة 18 بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس. وخرجت أقسام الجغرافيا 78 طالبا، والتاريخ 73 طالبا، وعلم الاجتماع 62 طالبا، وإدارة الممتلكات والإدارة العامة 59 طالبا، والأدب الإنجليزي 55 طالبا، والمحاسبة 47 طالبا، وعلم التوسيع والمعلومات 44 طالبا، والاقتصاد والمالية 41 طالبا، وقسم الحقوق 39 طالبا، ليصل العدد الإجمالي للمتخرجين 498 طالب بشهادة البكالوريوس. كما تخرج 13 طالبا من قسم علم الاجتماع والرعاية الاجتماعية، و7 طلاب من قسم السياحة وإدارة الفنادق، و4 طلاب من قسم المحاسبة، وطالب من قسم إدارة البنوك، ليصل العدد الإجمالي إلى 25 تخرجوا من الكلية بشهادة الدبلوم. وأوضح عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هايلي ماريان في كلمته التي ألقاها بالمراسيم التخريج التي حضرها الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، إفراز طالب مخترع ومبدع هو أحد الأهداف الرئيسية للكلية، مضيفا بأن الكلية تعمل على تلبية الكفاءات والقدرات حسب المتطلبات المرحلية للبلاد، إلى جانب العمل المستمر على رقي النظام التعليمي على المستويات التي تتماشى وتليق بالمستويات الدولية والعلمية الحديثة. وأضاف أن العملية التعليمية في الكلية تتم ب 68 طاقما، 17% منهم من الأجانب القادمين من دول كينيا والسودان والهند، وأن 15 معلما جامعيا بحصول استكمال دراستهم الجامعية العليا، 10 منهم لتلقي شهادة الدكتوراه، و5 منهم لتلقي شهادة الماجستير في الميجر والهند والصين وروسيا. وذكرت ضيف شرف التخريج وزيرة السياحة السيدة سكالمون كاريوس بدورها أن فرص التعليم المتاحة مجانا هي نتاج النضال المرير وتضحيات الشهداء، وأن هذه الحقوق تقدم من أجل تطوير البلاد بتنمية قدرات الكفاءات تتمتع بالعلم للاعتماد على الذات. وأكد ممثل الخريجين جاهزيتهم لخدمة البلاد بتفاني وإخلاص، حيث أن التخريج يعتبر مرحلة انتقال المهني نحو التقدم والازدهار. وتم تكريم 38 طالبا متفوقا. وتشير وثائق الكلية لأنه خلال 15 عاما الماضية خرجت أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بدرجات البكالوريوس والدبلوم والشهادة. دشن في 3 يوليو سد تم تشييده في أدربة ومديرية علا برعد بالتنسيق مع إدارة إقليم عنسبة ووزارة الزراعة ومشاركة الشعب وقوات الدفاع. وشهدت مديرية علا برعد السيدة عائشة علي نور في المناسبة التي حضرها حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى وقائد الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو ومسؤولون آخرون، أشادت بالخطوة المتخذة لحل مشكلة المياه في المنطقة. وذكر المهندس تكي ستيفانوس الذي أشرف على بناء السد أن السد له سعة تزيد عن 165 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح أعضاء لجنة تنمية القرية أن بناء السد من شأنه أن يعزز التجمع والتنمية، مشيرين إلى بدء تسجيل لتوزيع قطع الأراضي السكنية. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الشعب والجيش على مواصلة عملهم في الأنشطة الأخرى وتجميع السكان في موقع وسطي لتلقي الخدمات التعليم والمياه والصحة والمواصلات وغيرها.
عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في أسمراء يوم 3 يوليو 2025 بعنوان ضمان سلامة الغذاء مسؤولية الجميع بهدف رفع مستوى الوعي لدى المزارعين ومصنعي الأغذية. وقال المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابية سيد تخلا مسقنان يجب ضمان سلامة وجودة الأغذية من المنتجين الزراعيين إلى المستهلكين لحماية صحة المجتمع. وأضاف أن منتجي ومصنعي الأغذية يجب أن يتبنوا أساليب إنتاج تركز على السلامة وزيادة وعيهم لتنفيذ استراتيجية الغذاء الآمن والمغذي للجميع في كل مكان. وناقشت الورشة بالتفصيل أن شركات تصنيع الأغذية يجب أن تضمن سلامة أولا وقبل كل شيء عند التصنيع والتأكد من فصل وتنظيم الأماكن التي يتم فيها تخزين المواد الخام ومعالجتها وتخزينها وبيعها. تضمنت الورشة شرحا حول أهمية السلامة الأعلاف الحيوانية والاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية ومعايير جودة المنتجات الغذائية وتقييم إدارتها وسلامتها. كما عقدت جلسة لتبادل الخبرات بين مزارعين ومصنعين نموذجيين وعرضت فيديوهات قصيرة توعوية حول سلامة الغذاء. واقترح المشاركون نشر المحاضرات المقدمة من وقت لآخر وإعدادها كمراجع ومراقبة جادة للخضروات والأعلاف الحيوانية المزروعة في مجال الصرف الصحي والاهتمام بالحفاظ على أصول المحاصيل المحلية. شارك في الورشة أكثر من 80 مزارعا نموذجيا من الأقاليم بالإضافة إلى ممثلي شركات تصنيع الأغذية والضيوف المدعوين. دعا مسؤول تعليم الكبار في مديرية كرن الأستاذ فريم نصراء في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 4 يوليو جميع إدارات الضواحي للعمل بجدية لإنجاح برامج محو الأمية. من جانبها ذكرت مديرة إدارة ضاحية 06 سيدة صهينة تخلي أن برامج محو الأمية تنفذ منذ فترة طويلة وأن عدد المدارس ارتفع من مدرستين إلى 4 مدارس خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقال مسؤول متابعة إدارات الضواحي السيد بخيت قبطان إن محو الأمية يعد أحد أكبر برامج حكومة إريتريا. وقدمت في المناسبة جوائز تشجيعية للأمهات المتفوقات في صفوفهن. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع إلى إكمال 54 من أصل 79 امرأة بدأن تعليمين في 6 فصول دراسية هذا العام. تفيد شرطة إقليم القاشبركة بأن مشاركة الشعب ووعيه القانوني ضروري في مكافحة الجريمة والمخالفات. وشارك شرطة الإقليم المقدمة إلى ميكيل تسفاقابر في لقائه بسكان غردات وهيكوتا إلى أن المشاركة الواعية للشعب في المحافظة على السلم والأمن العام حجر الأساس للاستقرار الاجتماعي، موضحا أن مهمة الحفاظ على الأمن ليست مهمة تترك على عاتق الشرطة وقوات الأمن المختصة. وقدم المقدم هيلا ميكيل في تقرير المفصل للمخالفات القانونية في العام 2024 بذكر تسجيل أكثر من 21,000 مخالفة مرورية والتي تم معاقبتهم بأكثر من 3 ملايين نقفة. وأكد مدير مديرية غردة السيد ساق طعوم بدوره اجتهاد الأقسام الإدارية لتعزيز دور الجهات المعنية في عملية المحافظة على السلم والأمن العام، مشيرا إلى أهمية تضافر الشعب والشرطة في هذا الصدد. خطف الدراج الأولمبي بنيام قرماي المحترف في صفوف نادي انتر مارش البلجيكي المركز الثاني بعد سباق سرعة قصوى نهائي مثير بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا الدولي للعام 2025. الدراج الأولمبي بنيام قرماي قطع مسافة 184.9 كيلومتر في 3 ساعات و53 دقيقة و5 ثواني في طريقه لحجز المركز الثاني بالنسخة 12 بعد 100 من الطواف الدولي. حامل القميص الأخضر بتصدره الترتيب العام باحتساب الرصيد النقاطي بنسخة 2024 الدراج الأولمبي بنيام قرماي الذي وضع في رصيده الشخصي 15 نقطة بفوزه بالمركز الثالث في أولى سباقات السرعة القصوى النهائية للمرحلة الأولى. يأتي في المركز الثاني في منافسات سباقات السرعة القصوى النهائية والقميص الفخري الأخضر. دراج انتر مارش البلجيكي بنيام قرماي يتصدر الترتيب العام لمنافسة أفضل الدراجين الشباب والقميص الأبيض بما سطره من أداء ومستوى كبيرين بالمرحلة الأولى من الطواف الدولي. هذا وسيقطع الدراجين بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا الدولي والتي ستجرى الأحد 209.1 كيلومتر.
الجدير بالذكر بأن الدراج الأولمبي والمحترف في صفوف نادي انتر مارش البلجيكي بنيام جرماي كان قد توج بصدارة الترتيب العام لسباقات السرعة القصوى النهائية باحتساب الرصيد النقاطي ليتوج بالقميص الأخضر الفخري إلى جانب فوزه بثلاث سباقات سرعة قصوى النهائية بالنسخة 11 بعد 100 من طواف فرنسا الدولي بالعام الماضي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يو، حيث تعهد الجانبان بالعمل معا على تعزيز التعددية وتقوية التنسيق في التصدي لصراعات الهيمنة والمواجهات بين التكتلات. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا والصين تتقاسمان توافقا واسعا حول العديد من القضايا الهامة، من بينها مناصرة التعددية والالتزام بالقوانين الدولية، وأن فرنسا والصين وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تتحملان مسؤولية أكبر في ظل ما يشهده عالم اليوم من تحديات تتمثل في تزايد حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ. وقال ماكرون أن الجانب الفرنسي يتطلع إلى تعزيز تنسيق السياسات مع الصين بشأن القضايا الدولية المتعلقة بالاقتصاد والمالية والحوكمة العالمية، والعمل معا على مواجهة التحديات العالمية وضخ المزيد من الحيوية في التعددية والحلول دون انزلاق العالم في صراعات الهيمنة والمواجهات بين التكتلات. وأشار وانغ يو إلى أن الصين وفرنسا شريكتان استراتيجيتان شاملتان وقوتان رئيسيتان لتحقيق الاستقرار في العالم، مؤكدا أنه كلما ازداد اضطراب الوضع الدولي ازدادت القيمة الاستراتيجية للعلاقات الصينية الفرنسية. أعلنت روسيا وأوكرانيا عن عملية تبادل جديدة لبعض من أسرى الحرب بين البلدين، ما لم يحدد عددهم، وذلك في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات في اسطنبول الشهر الماضي. وأكدت وزارة الدفاع الروسية عودة مجموعة من العسكريين الذين كانوا في مناطق يسيطر عليها نظام كييف من دون أن توضح عددهم، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأجرى الطرفان المتحاربان عمليات تبادل أسرى منذ أكثر من 3 سنوات. وفي محادثات جرت مؤخرا في اسطنبول اتفقا على إطلاق سراح جميع جنود الأسرى المصابين بجروح بليغة والمرضى ومنهم من دون 25 عاما. قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأمريكية أن عواصف رعدية وأمطار غزيرة تسببت في حوادث سيول مميتة على طول نهر غوادالوبي جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى سقوط 24 قتيلا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الإرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حالة الطوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمتر. وذكر مكتب مأمور مقاطعة كير أنه تم العثور على 13 شخصا لقوا في فيضانات كارثية بالمنطقة. وأرسلت فرق الإنقاذ 14 مروحية وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة، بالإضافة للمئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عملية الإنقاذ من الأشجار والمياه المتدفقة بسرعة. غضى 14 شخصا على الأقل وجرح 8 آخرون في انهيار مبنى من 5 طوابق في باكستان، في حين يبحث عناصر الإنقاذ عن عالقين تحت الركام وفق ما أعلنت الشرطة. وقعت الحادثة في حي اللياري بمدينة كراتشي، والذي كان يعد أحد أكثر المناطق خطورة في باكستان. وقال المسؤول عن عملية الإنقاذ أن الفرق انتشلت 7 جثث من بين السكان وأنقذت 8 جرحى. وكثيرا ما تحصل انهيارات أسقف ومباني في أنحاء باكستان، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف معايير السلامة ومواد البناء الرديئة في البلد الواقع بجنوب آسيا، والذي يزيد عدد سكانه على 240 مليون نسمة. عناوين النشرة مرة أخرى: كلية التجارة والعلوم الاجتماعية تخرج 523 طالب وطالبة. تدشين سد في أدربا.
بنيام جريماي يحقق المركز الثاني بالمرحلة الأولى من طواف فرنسا الدولي للعام 2025. الصين وفرنسا تتفقان على تعزيز التعددية وجلب مزيد من اليقين للعالم. روسيا وأوكرانيا تعلنان إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى. أكثر من 20 قتيلا جراء سيول المفاجئة في تكساس الأمريكية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.